عامل مقياس، هو المقياس نفسه له شقين. خدت بالك؟ طب امتياز كبار الموظفين دول يعني ازاي ممكن تعرفوا من خلال المواطنين العاديين؟ اغلبيته متعلق بالقضايا اللي تم ضبطها رصد في الجهاز، المحاكم رصد القضايا من واقع وعدد قضايا بالفعل مسجله. بس قضايا هم اتهموا فيها ولا قضايا لسه في المحاكم؟ عشان ممكن يبقى المتهم بريء برضو يعني. قضايا بعضها اتهموا فيها. احنا برضو لينا تقييم للمساله، لانه في جهات لها تاريخ في الفساد. يعني هيئه التنميه الزراعيه دي قصه، هيئه التنميه، هيئه المجتمعات العمرانيه، في بعض الجهات لها تاريخ، أجهزة المدن الجديدة، كل دي الجهات، في جهات لها تاريخ متعلق بمسألة الفساد. زي ما كنا زمان بنقول دايما ايه، الإدارات الهندسية في الأحياء، ده تاريخ. ثانية واحدة، حضرتك لما بتذكر جهة حضرتك كده بتتهم الموظفين الموجودين في هذه الجهة اتهام مباشر حتى لو لها تاريخ، يعني ممكن يبقى تاريخها تقول في فساد، ولكن العاملين فيها الآن ليسوا فاسدين، فازاي بتحدد ان هي مستمره في الفساد؟ انا قلت لحضرتك انه مقياس كبار الموظفين تحديدا متعلق بقضايا تم ضبطها. كويس. وحتى لو احنا ما اتكلمناش عن قضايا تم ضبطها بيبقى عندنا لها مستندات، حد تطوع وجابها لنا. تمام. الشركات القطاع العام، شركات القطاع العام اللي موجوده حاليا اللي باقيه كميه فساد رهيبه جدا، وبالارقام هي بتخسر، يعني كلها خسره بالمناسبه. الفضيحه اللي اتعملت اللي احنا قدمنا فيها بلاغ السنه دي للشركه المصريه لتجاره الادويه، وبالاسم انا مقدم فيها بلاغ. كميه سرقه ملهاش مثيل، كميه فساد ملهاش حل. فساد من انهي نوع برضه؟ معلش حضرتك بتذكر اسماء جهات بعينها، الشركه وبالتالي دي انا ما اقدرش ان انا ما هو انا بس اللي عايزه اقوله اولا طبعا الجميع ليه حق الرد، دي واحد. اثنين، الفساد ده على مستوى ايه؟ ما زي ما حضرتك قلت لي انا في كبار موظفين اذا الصغيرين ما لهمش ذنب، لا ده على مستوى الفساد اداري ليه علاقه بالرشوه وغيره يبقى الكبار ما لهوش ذنب، ولا هي منظومه كلها فاسده؟ هقول لحضرتك الشركه المصريه لتجاره الادويه هي الشركه اللي اناطت بها الحكومه انها تطبق منظومه الدعم الخاصه بالبان الاطفال والانسولين. اللائحه المحطوطه للشركه، يعني علبه الدواء، علبه اللبن دي بتاع الاطفال بتكلف الدوله حوالي من 45 ل 50 جنيه. بتتباع للمواطن ب 12 جنيه بموجب شهاده ميلاد ابنه. المفترض ان الشركه تسلمها لصيدليات الشارع المرخصه، الصيدليات اللي موجوده في الشارع المرخصه. اللي بيحصل والواقع، ومن واقع ده مستندات عندي موجوده وقدمنا بيها بلاغ للنائب العام، انه الشركه بتبيع هذه المنتجات المدعمه اللي الدوله دعماها بمبالغ بمليارات، بتبيعها لمخازن. بعض هذه المخازن او 90% منها غير مرخص كمان، يعني هو اصلا ممنوع يبيع المخازن، اصلا ممنوع يبيع المخازن، اضافه لانه اغلبيه المخازن دي بتوديها بقى لفين؟ المخازن دي بتاخد في السنه مثلا ممكن تاخد لها 10,000 علبه، مخزن مثلا يوديها للشركات اللي هي الصيدليات لا مش الصيدليات الكبيره، بيوديها للي بيعملوا تورته وجاتوه، محلات الحلويات، وبيبيعها الفنادق وبيبيعها بتاع، لان اللبن ده تركيبته عاليه جدا وجيد جدا جدا جدا. شفت الدعم بقى اللي الحكومه بتحطه بمليارات بيوصل فين؟ بيوصل مصيره فين؟ للاسف الشديد وصل المساله عندهم انهم يعملوا مخازن مجهوله مش موجوده. احنا عندنا حاله غريبه جدا 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 في القليوبيه، صيدليه كانت مقفوله وصاحبتها لما راحت انها بتعمل لها اقرار ضريبي كل سنه، فالضرايب بتطلب منها انها تجيب معاملات معينه من الشركات انها ما اتعاملتش معاها. فلما راحت تجيب انها ما اتعاملتش مع الشركه المصريه لتجاره الادويه، فوجئت انها واخده 6000 علبه لبن في السنه دي، والصيدليه اصلا مقفوله وهي ما طلبتش ولا خدت. بلاوي كتيره جدا جدا. ده في بالفعل حضرتك بتقول قضايا مرفوعه احنا على عملنا بلاغ، احنا عملنا بلاغ. الحكومه في الاواخر لما اثرنا القضيه مجلس اداره وشالت العضو المنتدب وغيرتهم وسحبت من الشركه اللبن والانسولين، وبدات النهارده هتطبق منظومه مختلفه مع شركه كبيره قطاع خاص. تمام. عشان تضمن وصول الدعم ده للمواطن. تمام. طيب استاذ ابراهيم، رجوعا مركز المحاسبات، وحضرتك ذكرت لنا يعني تاريخه الى الان وازاي بيعمل وازاي بيقدم تقاريره ومين اللي بيعمل التقارير، وان هو سنه بسنه بل شهر بشهر ماشي ببرنامج، يوم بيوم ماشي ببرنامج، وفي اخر السنه بيقدم تقريره لما اجي اتصدم انا في رقم 600 مليار جنيه فساد في الفتره السابقه،
ده يخليني اقول طب انتوا كنتوا فين يا جهاز مركزي للمحاسبات؟ ما هو انتوا نفس الناس اللي كانت موجوده وقت ما كانت ال 600 مليار جنيه عمالين يتحسبوا على الدوله اهدار مال عام. سؤال جميل جدا. شوف يا استاذه، هو احنا فوجئنا اذ فجاه بقى عندنا فساد 600 مليار؟ ابدا استاذه، المجتمع الدولي حاصر الفساد اللي في مصر من سنوات عديده، وفي مؤشرات بتصدرها المنظمات الدوليه على فكره اكتر شفافيه من جهات هنا في مصر، وبتحدد حجم الفساد وفين حته وقطاعاته وكل حاجه. تمام كده؟ طيب كويس قوي. امال هو الموضوع جديد استاذه؟ ما اثير حول تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو فهم خاطئ لما قاله رئيس الجهاز. هم قالوا ربطوا من ايه؟ قالوا رئيس الجهاز بيقول ان الفساد سنه 2015 600 مليار جنيه، وهذا تفسير خاطئ لتصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وبقول اهو عام 2015 قد يكون بموازنة عمل الدولة قد تكون اقل الاعوام فسادا. ليه؟ لان كان بقى على رأس الدولة رئيس منتخب بحق عنده الإرادة الحرة لمكافحة الفساد. مجرد الإرادة دي موجودة فبدأ كل في مكانه يعمل حسابه يعني وياخد كلنا باله. فهمنا غلط. حتى رئيس الجمهوريه ده شكل لجنه يعني باكبر الاجهزه الرقابيه في مصر، وعلى راسها رئيس هيئه الرقابه الاداريه، عشان يجري تحقيق في هذا التصريح الصادم للجميع. التصريح مش عشان ان في فساد 600 مليار ولا ما فيش. الخطأ اللي تداول في الاعلام ان 600 مليار دول بتوع السنه دي. فالناس ايه جهابذه التحليل طلعوا قالوا ايه؟ اذا كان الموازنه عمل الدوله 800 مليار بس او 750 مليار ايراد وزي مصروف، يبقى كلها كانت منهوبه. يا اخوه يا افاضل، هذا تفسير خاطئ لتصريح رئيس ايه الجهاز. بقى التفسير الصحيح؟ التفسير الصحيح هذا سواء 600 مليار او 900 مليار او 400 مليار، هذا الفساد تراكمي من اعوام سابقه. بمعنى ارض منهوبه تحت الدوله من 10 سنين، الجهاز المركزي للمحاسبات وفق عمله اللي هو لا يحتاج الى شكوى ولا الى بلاغ ولا غيره، لازم عضو الجهاز اللي في جهاز المدينه بتاع 6 اكتوبر مثلا كل سنه لازم يثبت تلك المخالفه. لو هي من 20 سنه، طالما ان المخالفه لم يتم تصويبها فعضو الجهاز يقوم باثباتها. انا هقف هنا عند الاستاذ ابراهيم برضو عشان افهم. تمام. حضرتك دلوقتي جهاز رقابي حلو. في الدستور موجود. أيوة. وجبت تقرير وقلت يا جماعه ان رحت لوزاره الماليه زي ما قلنا اتفقنا. قلت لها الناس دي صوبت اخطائها وخلاص مش عايزين منها حاجه. تمام. والناس دي عندها اخطاء ب1 2 3 النهارده طلعنا السنه دي بمليار جنيه من الجهات الفلانيه. تمام. يتسابوا كده؟ يا سلام. بص يا استاذه، الجهاز المركزي للمحاسبات لم يذكر في الدستور قبل دستور اللي مستفتى عليه الشعب المصري 2013 الا في سطر واحد: ان الحساب الختامي للدوله يعرض على جهاز المحاسبات وخلال مده معينه لازم يديه ايه لمجلس الشعب. نقطه. ده كان ايه تاريخ الجهاز في الدساتير كلها. تمام. بفضل الله استطعنا خلال دستور 2013 بحرب وبجهاد ورأس الجهاز مع أعضاء الجهاز تكاتفنا لوضع نصوص دستورية على أعلى مستوى في دستور الحالي، والشعب المصري العظيم رسم طريق واضح وصريح لكيف يتم مكافحة الفساد، وتم النص على الأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز المحاسبات، وتم النص على اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات. قبل كده أستاذة كان جهاز المحاسبات إن هو يودي تقاريره إلى جهاز التحقيق ما كانش وفقا للقانون. كان مبادره بيعملها المستشار جوده الملط من عنده انه يودي تقاريره لهيئه الرقابه الاداريه ما كانش وفقا للقانون. يعني حضرتك تفهمني 600 مليار جنيه دي يعني شراكه ما بين كل الجهات اللي كانت موجوده في السنين اللي فاتت، من اول صاحب المشكله اللي اهدر المال لحد اللي ما حققش فيها ولا عمل فيها حاجه. اللي حصل يا استاذه جهاز المحاسبات وفق القانون بقى المعيب. احنا قلنا الدستور عدلناه بفضل الله، ومن ماده 214 ل 219 بقت على اعلى مستوى، ولكن الدستور وحده لا يكفي. ما زال قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي يكبل عمل الجهاز. عارفه فلسفته ايه في النهايه؟ بيقول يا جهاز المحاسبات انت عباره عن جسد لك عينين 2 بس، تكتب التقارير فقط لا غير وتسلمها لمين؟ للجهات الخاضعه الرقابه ولرئيس الدوله ورئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. هل بعد كده انا كعضو جهاز ليا سلطان على اي جهه تصوب؟ لا يا فندم. هل اقدر اقول في مال هنا
سايب وفي اهدار مال عام هنا، لازم تعملوا كذا كذا والا هعمل كذا، ما عنديش الا دي. يعني انت بالنسبه لك انت بتنتهي يعني شغلك عند تسليم هذه الورقه التقارير للجهات التنفيذيه بقى اللي هي المفروض بالظبط يا تنفذ فندم. القانون. واحنا تجرأنا بقى الحمد لله دلوقتي وبقينا نديها لمين؟ لجهات التحقيق، ان هي ذات الامانه العامه وكسب غير المشروع وخلافه. هل نحن رئيس الجهاز يملك ان يقول لجهات التحقيق دلوقتي قولوا لي انتوا عملتم ايه في التصرفات؟ ساعات ما فيش رد على الكلام دوت. اذا هنا بقى نرجع لمرجوعنا، هذه المخالفات تراكميه خلال اعوام سابقه. استاذه المستشار جوده الملط، ومن هنا بقدم له تحيه بعد اللي شفناه واللي عمله، كان بيقف في مجلس الشعب سنويا يفضح حكومه الحزب الوطني ويفضح اغلبيتها اللي كانت فاسده وبتدعم الفساد، حتى انهم في الاخر تكاتفوا عليه وقالوا ايه؟ احنا لازم نعمل ايه؟ نطيره من منصبه. الحقيقه الموضوع مش غريب، ما اشبه اليوم البارحه. محمد محمود كان رئيس الجهاز لما اكتشف الاسلحه الفاسده قال لك لازم يمشي ولازم يغير تقاريره فاستقال. اكمل يا استاذ لو سمحتي. بصور جوده الملط لما عرى الحكومه قالت لك نمشيه وعانى الامرين، امتداد للرؤساء الاجهزه الشرفاء. رئيس الجهاز الحالي بيعمل ايه؟ بيقول اللي كلفه بيه الدستور. كلف ايه الدستور؟ قال علنيه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. حلو كده؟ يا استاذه اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات هم بينادوا بضروره تفعيل تقاريرهم. احنا بنشتغل، كل واحد فينا بيسهر في بيته ويفترش الترابيزه اللي عنده عشان يعمل ليل نهار. لما نلاقي في الاخر نتيجه عملنا دوت ملهاش مردود بيصيبنا الاحباط. ايه اللي حصل؟ رئيس الجهاز من ساعه ما جه هو بينفذ الموارد في الدستور ورغبه اعضاء الجهاز في ضروره تفعيل تقارير الجهاز. ما عندوش لا آلية قانونيه ولا يقدر يرغي الجهات ولا غيره. بيقول يا جماعه في المكان الفلاني في اهدار مال عام بالرقم الفلاني، وعلى الجهات المعنيه بقى المسؤوله عن تنفيذ يعني ان هي مثلا تاخد اجراءات ضد. طب ليه قال كده دلوقتي يا استاذه؟ رئيس الدوله المنتخب بيعمل مشاريع ويجيب الارض شمال وجنوب وشرق وغرب، وبيعمل مشروعات يصعب على الجن ان يعملها في طرق في جبل الجلاله وغيره، ومحتاج تمويل لخطه تنميه اقتصاديه واجتماعيه. لازم الجهاز المحاسبات مش جهاز خدمي فقط، لا احنا لازم بنقدم تقارير تجيب اموال تساهم في سد عجز مصنع عمل الدوله. طيب استاذ شحاته عشان بس الوقت بيجري بشكل كبير، انتوا زي ما حضرتك كلمتني عن الياتكم في كشف الفساد، وانتوا المفروض NGO يعني او منظمه غير هادفه للربح. انا عايز اعرف يعني بيحصل ايه بعد كده؟ حضرتك مثلا اكتشفت ان هذا المكان فيه فساد، كويس؟ هل بتتعاون مع الاجهزه الرقابيه في الدوله؟ هل بتقدمها للاسم وللمحاكم؟ يعني انتوا المفروض تكونوا الايادي المساعده للجهات الرقابيه الكبيره. احنا اولا يعني ما بنتاخرش عن اي مساعده لاي جهه تطلبها مننا، لكن احنا في بعض الامور ما نقدرش نتدخل فيها، لكن في بعض الامور زي مثلا احنا عملنا حمله اعلاميه ضخمه جدا، مش عارف حضرتك اكيد عارفاها فاكراها، عشان ما تتباعش بيسكو مصر. فاكره الحمله دي من سنه تقريبا. عملنا بنقدم بلاغات دايما وبنرفع قضايا خاصه بالاراضي. احنا اللي كنا رافعين قضيه توشكا زمان، واحنا اللي رافعين قضيه بطلان. هل ممكن تكون بتقدم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات او للرقابه الاداريه؟ لا خالص. احنا منظمه مجتمع مدني ما بلناش تعاملات مع الجهات الحكوميه الا بقدر معين. يعني احنا ساعات بنقدم بلاغات ضد قضايا فساد معينه. عندنا قدمنا بلاغات ضد فساد في بيع اراضي كتير جدا جدا. يعني بعضها جهات التحقيق اهتمت بيه وبعضها لم تهتم بيه، وبنصدر هذا التقرير اللي قلت لحضرتك عليه. لكن انا لا استطيع ان انكر ان هناك جهه معينه لن استطيع ان اسميها طلبوني قريب وقالوا لي انه يعني احنا مستعدين لاي مساعده. اذا كان عندك اي قضايا عايز توصلها لجهات التحقيق احنا ممكن نساعدك، واحنا شايفين انه في نشاط كويس انت بتعمله واحنا مستعدين نساعدك. وقالوا لي كده بالنص انه انت قلت في كذا برنامج تلفزيوني انه مفيش اراده سياسيه لمكافحه الفساد، واحنا بنبلغك ان في اراده سياسيه. حضرتك قلت كده؟ نعم. حضرتك قلت ان مفيش اراده سياسيه لمكافحه الفساد؟ قلت اكتر من مره.